قائمة منتخب مصر اللي كابتن حسام حسن جمعها عشان تروح تلعب اثيوبيا وبوركينا فاسو. وجايب لك النهارده برضو، وهنعمل مقارنة ما بين قائمة منتخب مصر اللي راح تلعب في كاس العرب. بص، لما احط لك القائمتين قدام بعض هتفهم ان مصر او منتخب مصر ماشي بالواسطة. وكابتن حسام حسن، انت كنت لاعب عالمي ولكن انت مدرب فاشل. الحقيقة ان انت مدرب فاشل، ما حققتش بطولات مع اي نادي انت مسكته. دي ما تزعلش حد. آه، اللي بيحصل ان انت بتعمل كل ده عشان بعد ما تسيب منتخب مصر تمسك الاهلي كتدريب. باين جدا. وهنقول ليه دلوقتي. تعالوا بقى نقارن ما بين قائمة منتخب مصر ونشوف القائمة اللي حضرتك واخدها. تمام. ونشوف الناحية التانية كابتن حلمي طولان واخد قائمة منتخب مصر لكأس العرب عاملة ازاي. تعال نشوف. قائمة منتخب مصر بتاع حراس المرمى ابتدى بالشناوي ومصطفى شوبير وصبحي وعبد العزيز البلعوطي. طب الشناوي وشوبير ما تاخد واحد منهم. ما هو واحد بس اللي بيلعب فيهم. تمام. صبحي ماشي، عبد العزيز البلعوطي ماشي. طب وبقيه الحراس اللي في مصر؟ لا لا لا. هاخد الشناوي اللي بيلعب في بيراميدز اللي هو متألق السنه دي؟ لا، ما ينفعش طبعا. مع ان ده انا شايفه ان هو احسن واحد ان هو يقف الفتره دي. احسن واحد يقف بجد. لا، ما خدوش. هحبط امك، انت بتلعب في بقى هحبطك. تمام. خط الدفاع بقى، رامي ربيعه. ليه؟ عمل ايه؟ كمل. خالد صبحي ماشي. عمرو الجزار مدافع كويس جدا. حسام عبد المجيد يا دوبك. محمد ربيعه كويس. محمد هاني. ليه؟ انت الوحيد يا كابتن حسام حسن اللي شايف في هاني موهبه احنا مش شايفينها. ده العالم كله شايف ان هو مفيش كوره اساسا عنده. كمل كمل كمل. محمد حمدي ماشي. احمد نبيل كوكا. ليه كابتن حسام نبيل كوكا؟ ليه؟ ما تفهمش هو. انا هاخد، انت بتلعب في الاهلي يا حبيبي، تعالى هاخدك. نكمل. حمدي فتحي ماشي. عماد دونجا. نبيل عماد دونجا متهيالي كويس، احسن الوحشين. مروان عطيه بقى. ليه مروان عطيه حضرتك؟ ده مصاب. ده مصاب من اول الدوري. لا، هاخده برضه، اصله بيلعب في الاهلي. انا مش هاخد فيه لعيبه كتير بتلعب في خط النص مش لا حلوه، بس لا، ده بيلعب في الاهلي هاخده. ما ينفعش. ما ينفعش خالص. لازم اخد مروان عطيه. الله. واسيب اللعيبه بتاعت وادي دجله كويسه، واسيب اللعيبه بتاعت فيوتشر كويسه، واسيب اي لاعب. لا لا لا. هاخد مروان عطيه. على فكره العيب مش في مروان عطيه. مروان عطيه لاعب كويس جدا ولكن هو مصاب. ما اخد حد مكانه. لا لا، ناخد مروان عطيه. تمام. مهند لاشين ماشي. احمد سيد زيزو، انا شايف ملوش لازمه. لعيب وحش جدا جدا الفتره دي. اشوف غيره اعرفه ان انت لو بقيت وحش مش هتبقى موجود في القايمه فيلعب كويس، ده المفروض. ولكن لا. عمر مرموش طبعا طبعا طبعا. ابراهيم عادل طبعا. صلاح اكيد. في خط الهجوم بقى مصطفى محمد واسامه فيصل. واخد 2 مهاجمين بس. واخد 80 واحد في خط النص. وفي الدفاع نفس الكلام. قايمه تسد النفس. المشكله ان انت هتكسب اثيوبيا وبوركينا فاسو، الاتنين مش اقوياء. هي دي بس الفكره بس كلها، الاتنين مش اقوياء. ولكن انا بقول لك اهو من دلوقتي اتفرج على ماتشين يسدوا النفس. يسدوا النفس. واتمنى نخسر عشانك انت يا كابتن حسام. لان انت مش عادل. العدل اساس الملك. ليه بقى؟ في لاعب عندك هوريكوا صورته دلوقتي بيلعب في الدوري الاسباني، وفي لعيبه كتير قوي عندنا بره على فكره. في لاعب بيلعب في الدوري الاسباني الباشا ما بصش عليه اساسا. اهو. أسامة الحسن بيلعب في الدوري الأسباني، ورفض إن هو يلعب في كذا منتخب قبل كده. ليه ما تاخدوش؟ لا لا، مش هاخده. في لعيب زي مثلا مروان عطية أحق إنه يكون موجود لأنه بيلعب في الأهلي. أحمد نبيل كوكا بيلعب في الأهلي فلازم ناخدهم. لكن أنت عايزنا ناخد لاعب بيلعب في الدوري الأسباني ولعب قدام فينيسيوس جونيور وكان لعيب كويس جدا كمان، عمل كذا باصة وعمل جراي ومش عارف إيه، ناخده؟ لا 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 لا. مش هينفع ناخد. احنا هنبص بس للاهلي والزمالك وبقيه الانديه؟ لا لا لا، مش هنبص لحد تاني. حتى لو وحشين هناخدهم، لكن ناخد لعيبه بتلعب بره وعندهم كوره وبيعرفوا يلعبوا كوره وبيحتكوا بلعيبه ونجوم عالميين؟ لا لا لا، مش هناخد. ده بدايه الظلم حضرتك، وحضرتك ظالم لانك حتى ما بصيتش على اللعيبه دي. ولا هتبص طبعا لانك بتفكر في حاجه تانية بعدين. وانا بقول لك يا كابتن حسام حسن، انسى انك تعمل حاجه في المونديال ولا في غيره، لانك انت بالظبط فاشل. بصوا بقى كابتن حلمي طولان واختياراته. انا عايز اقول لكم ان المنتخب ده افضل من المنتخب التاني حتى لو ما عملش حاجه، لان هو لسه بدايته. المنتخب ده اللي راح يلعب في كاس العرب. قائمه المنتخب الوطني اللي راح يلعب في كاس العرب. حراسه المرمى احمد الشناوي. خد هو احمد الشناوي. علي لطفي. محمود جاد. عصام ثروت. وانا برضو هنا كنت اختلف شويه. انت خدت جاد
جد احتياطي في بيراميدز وما لعبش ولا ماتش، بس ماشي نمشيها. خط الدفاع الونش واحمد سامي ومحمود رزق، علي الفيل اللي هو مقدم مستوى كويس جدا، ليه ماخدوش في منتخب مصر الاولاني؟ لا مش هاخده. مصطفى العش يمشي. عمر جابر يا دوبك، هو مش حلو قوي اساسا في الزمالك برضه يعني، مش عشان انا زملكاوي اطبل له يعني. كريم فؤاد ده ما يخش المنتخب خالص، الراجل راجع مستواه زي الزفت. كريم حافظ 10/10. ليه كريم حافظ ما يلعبش في المنتخب الاولاني؟ ليه؟ ليه؟ فهمني ليه. يحيى زكريا. خط النص بقى النني، اكرم توفيق، ماشي اكرم عادي يعني. عمرو السوليه، ليه عمرو السوليه صح ما يلعبش منتخب اولاني؟ الراجل عامل كل حاجه في سيراميكا، ليه ما يلعبش منتخب اولاني؟ قمة الظلم انك تاخد مروان عطية وما تاخدش عمرو السولية اللي هو بجد عامل لغاية دلوقتي 5 لقاءات مع سيراميكا 10/10. احمد عاطف قطة، ليه احمد عاطف قطة ما يلعبش منتخب اولاني؟ ليه؟ ليه يا كابتن حسام؟ يا ريت تعرفنا بس يا كابتن حسام. عمر الساعي 10/10، والله 10/10 من بعد ما مشي من الاهلي وهو مدمر الدنيا كلها. غنام محمد مجدي قفشه، علامة استفهام كبيرة في نزول مستواه، ولكن الراجل خده معاه. ميدو جابر طبعا 10/10 بعد رجوعه من الإصابة، عامل لقاءات يعني ولا أحسن. مصطفى سعد ميسي، الراجل شغال برضه في الموسم ده 10/10. تمام. خط الهجوم بقى الراجل واخد مروان حمدي، تمام، ناصر منسي، حسام حسن، حسين الشحات، محمود زلاكا. انا عايز اقول لكم ان خط الهجوم ده احسن من خط الهجوم التاني، رغم ان التاني فيه صلاح ومرموش بس قدامه مصطفى محمد، دول 3 قدام. لا هو بيتكلم على ال3 اللي ورا بقى، يعني انا بتكلم هنا حسين الشحات يا دوبك ما بيلعبش باله كتير برضه، واقع مستواه، بس عندك زلاكا وحسام حسن اللي ماشي بخطى كويسه. ليه ما تاخدش حسام حسن او ناصر منسي معاك في المنتخب الاساسي يا كابتن حسام حسن؟ ليه؟ ليه؟ فهمنا بس والله، فهمنا ليه تعمل دكه في خط النص كبيره وتسايب عندك 2 مهاجمين؟ طب لو مثلا اسامه فيصل اتصاب في التدريبات، هتلعب بمصطفى محمد، هتحتاج تبدله بمهاجم، هتبدله بمين؟ هتبدله بمين؟ واخد 2 مهاجمين في منتخب كامل، منتخب. لا واخد لي بقى خط النص 9 لعيبه ولا 10 لعيبه في خط النص، ومنهم 2 كانوا مصابين وما بيلعبوش، بس هاخدهم. هنا فرق، هنا الفرق بس ما بين انك تظلم وانك ما تظلمش. وكنت اتمنى كابتن حلمي طولان يروح يجيب اسامه الحسن، وعلى فكره هو بيقول ان هو كلم اسامه الحسن، بس الراجل عايز ينضم للمنتخب الاولاني مش المنتخب اللي راح يشارك في كاس العرب، يعني الراجل مرحب. بس طبعا مش هينفع نجيبه ونظلم الناس التانية. ما ناخدش اللعيبه بتاعت الاهلي اللي هي بتلعب في الاهلي قاعده احتياطي حتى، ما ينفعش يا كابتن.